مين قالك معرض الكتاب للكتب بس؟ 10 حاجات لازم تعملهم وتعرفهم في معرض الكتاب. ورقم 9 و10 هتندم كتير لو ما رحتهاش. رقم 1 قاعة 3. أنا سميتها قاعة الهدايا. قبل ما تنزل من بيتك خد شنطة كبيرة للهدايا وتوكل على الله. قاعة 3 عبارة عن الوزارات والدول والهيئات والدول، بيعرفوا الناس بيهم عن طريق الهدايا والمسابقات والندوات. رقم 2 خد معاك أكلك وحلوياتك وحد بتحبه عشان في حفلات وفقرات كتير. أو تالت حاجة سور الأزبكية جنب قاعة 5. في كتب بتبتدي من 10 جنيه، وفي حاجات كتير فيه حلوة وبأسعار معقولة. رابع حاجة المشروع الوطني للقراءة، وده في قاعة 3. لو انت جاي مع مجموعة او مع الجامعة او لو انت لوحدك ليك كوبونات خصم على كذا جناح هما كاتبينه في الكوبونات. وفي برضو مسابقة للقراءة لما تروحوا هتعرفوا التفاصيل. والمركز الأول بياخد نص مليون، والمركز التاني ربع مليون، لحد بقى المركز الخامس بياخد جوائز. ما لو انتوا من عشاق القراءة وبتقرأوا مثلا حوالي 50 كتاب 100 كتاب، يعني قارئين قبل كده، روحوا قدموا فيها. رقم 5 ابلكيشن أخضر، ده فيه تلخيصات للكتب وفيه كورسات. في المعرض هم جايين يعملوا خصم، ان احنا لو اشتركنا معاهم ب200 جنيه بدل من 600 او 800. في طبعا احنا لو نزلنا الابليكيشن على البلاي ستور هنلاقي ان في كل الميزات المدفوعة بشكل مجاني لمدة 7 ايام فقط. رقم 6 مؤسسة حماية الارض في قاعة 3. تاخد من عندهم زي ورقة بالالوان بتاعتها وتتصور بالكاميرا وبتنزل على الفيسبوك على البيج بتاعتها. رقم 7 في بعض الجناحات عجلة حظ، بس معظمهم لازم تبقى جايب كتاب من عندهم. رقم 8 أمام قاعة 3 بالخارج عربية شركة BTC بتعمل عجلة الحظ، وممكن تكسب من عندهم سبيكة فضة أو قلم أو فلاشة أو مج أو حظ أوفر. رقم 9 شركة وي بتوزع خطوط بس لازم بالبطاقة بتاعتك. رقم 10 اوعوا تنسوا تزوروا جناح الأزهر والسعودية. في جناح السعودية بيوزعوا مصاحف وبيوزعوا بلح وبيوزعوا مشروب الحبهان أو الهيل. الأجواء كانت جميلة جدا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معكم